السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني خالص والله، مش عارفة اقول لكم انتوا وحشيني قد ايه. معلش على تاخير الفيديوهات، غصبت عني، ان شاء الله مش هتتكرر تاني. بس انتوا اهم حاجة تشجعوني كده باللايكات والكومنتات الحلوة بتاعتكم، ونسمي بالله كده ونصلي على محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ونبتدي بطريقة البصارة الجميلة دي. طبعا البصارة وصفة أصيلة كده، زمنية من زمان واحنا متعودين عليها وكلنا بنحبها. ولو انتي ما مش بتحبيها جربيها كده واعمليها بايديكي وان شاء الله هتحبيها، لان انا واحدة من الناس ما كنتش احب اكل بصارة نهائي. انما الصراحة حبيتها وكان طعمها جميل. وبصوا سهلة، ما فيهاش ولا وصفات كتير ولا مواعين ولا، يعني هي سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص. يعني تكلفتها تمن الفول، بس الفول المدشوش. ويعني كلها على بعض مش هتكلفك كده 30 جنيه، مش هتكلفك خالص. اول حاجة كده نسمي بالله، وجبت كده حلة وحطيت فيها نص كيلو فول مدشوش بعد طبعا ما غسلته خالص كويس. وحطيت بصلاية وطماطماية و5 فصوص من الثوم، وحطيتهم كده في حلة على النار وسبتهم كده يغلوا حلو مع بعض. اول ما يغلوا كده واتاكد ان هي غلت، هوطي عليها كده واسيبها على نار هاديه، وانزل عليها بالتوابل البسيطه بتاعتي: ملح وفلفل وكمون وكزبره وسن الشطه. شايفين هي الاكله بسيطه وتوابلها وكلها يعني بسيطه خالص. بس كده، وهسيبها كده بعد ما احط التوابل تغلي غلوه برضو على الهادي، واحط عليها معلقه من الملوخيه الناشفه، معلقه اللي بتاعه الرز دي اللي بناكل بيها. وهقلبها برضو كده في البصاره، يشموا بقى الروايح الجميله بتاعتها وبس هديها غلوه واطفي عليها. طبعا كل الخضار ده مستوي، البصل والطماطم والثوم، بس زيادة تأكيد اول ما تهدى هضربها في الخلاط ضربة بسيطة، او ممكن لو عندك هاند بلندر تضربيها بيه هي وسخنة كده. وبس، ونعم كل الخضار كده، وحتى الفول المدشوش ده كله ينعم. هي قوامها بيبقى ناعم وفي نفس الوقت تقيل شوية. بس كده، وبعد ما اضربها في الخلاط هسيبها كده على جنب. ونيجي بقى للطشة بتاعتها، هجيب بقى حوالي برضو 5 فصوص توم تانيين، هفرمهم كويس، واجيب معلقتين 3 سمنة واحمرهم فيها، وهطش بقى البصارة بتاعتي. اهم حاجة التوم برضو ما ياخدش لون غامق، شايفين اللون ده مظبوط. وهحطها كده على البصارة وبس كده. ريحة البصارة بقى جميلة وبسيطة خالص. زي ما قلنا، حابين كده تحطوا عليها شوية بصل متحمر، مش حابين خلاص ناكلها بقى جنب الجرجير والفجل والطماطم. ولو عندك طبق بتنجان كده بالخل والثوم جنبيها طبعا عشان يفتح نفسك كده مع العيش البلدي الشمسي بتاعنا. بصوا تاكلي بقى وتشبعي فيها واكلة مفيدة على فكرة جدا ومغذية. عودي بقى عيالك عليها وان شاء الله تعجبك وتعجبهم ويا رب ان شاء الله تكوني استفدتي من الفيديو. ولو عجبك الفيديو ياريت تحطي لايك وتنزلي تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتكتبي لي كومنت حلو او دعوة حلوة. واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.